ولما قال له رجل إني أحب الله ورسوله قال أعد للبلاء جلبابا، استعد ستبتلى حتى يتمحص إيمانك صادق ولا لا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس في هذا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها والله إني لا أغبط أحدا على سهولة الموت بعد ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، لأن هذا ما تكفر به الخطايا وترفع به الدرجات، ويجعل المسلم يستسلم لله عز وجل ويرضى بقضائه، بمر القضاء، ويصبر لله على البلاء، وتأتيه البشارات في هذه الأحوال، يرى ما أعد له في الآخرة يسره فتهون عليه هذه، حتى أنه يستعجل الموت، لأنه ما بينه وبين هذا النعيم والخير إلا الموت، وده هالحين يجيه الموت، لأن الله تعالى أراه ما يسره مما ادخر له عنده. فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة اللي بقيت له في آخر حياته، وأخبرها أنها أسرع أهله لحوقا به، رأت ما بأبيها من كرب فقالت وكرب أباه، يا شدة المرض اللي فيه وما يعاني من الشدة. فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، اليوم كرب ونصبر عليه، لكن بعد اليوم يسر خير، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ورأت ما فيه من الشدة وكذا وكذا، قالت وكرب أباه. لما توفي النبي قالت أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه، ورضيت بقضاء الله وقدره. لإيش؟ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرها، أول شيء أخبرها بموته فحزنت وبكت، ثم استدعاها ثانية وبشرها بأن أول أهله لحوقا به، فاستبشرت وضحكت، وماتت بعده صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر رضي الله عنه، 6 أشهر، حتى أنها مرضت ربما مما رأت بأبيها من الشدة، ولم تتعافى حتى ماتت رضي الله عنها مدة 6 أشهر. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت، وهذه طبيعة المرأة والمسكينة البنت العاطفة عندها قوية، قالت كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب تدفنونه، وهذه سنة الله تعالى في عباده.